بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامج غايات قرآنية. هذه هي الحلقة الثانية تكملة لما بدأناه في الحلقة الماضية عن مفهوم الغايات عامة ومفهوم الغايات في القرآن الكريم. وكنا قد وقفنا على المقاصد العامة والمقاصد الكلية الكبرى التي وجد العلماء، علماء أصول الشريعة تحديدا، علماء أصول الفقه تحديدا، والذين كتبوا في علم المقاصد بشكل أخص، حددوا هنالك 5 مقاصد كبرى للشريعة. تسعى الشريعة بأحكامها التفصيلية وبجزيئاتها وبحتى القواعد الكلية فيها، تسعى إلى أنه لا بد هذا الإنسان ليخدم المقصد الكلي من أن يكون خليفة في الأرض، وأن يحقق مقصد الاستخلاف، وأن يكون عابدا لله سبحانه وتعالى على الوجه الصحيح، وينتهي به الأمر في نهاية المطاف إلى أن يحقق رضوان الله سبحانه وتعالى ويحقق الغايات من بقائه على وجه الأرض. لا بد من أن الشريعة تسعى للحفاظ، أو أن الشريعة تسعى إلى 5 مقاصد تحافظ عليها. هذه المقاصد ذكرت في الحلقة الماضية بأنها هي مقصد الدين أو الحفاظ على الدين، الحفاظ على النفس، الحفاظ على العقل، الحفاظ على النسل، الحفاظ على المال. لاحظوا معي الآن هذه ال5 قضاء، هذه ال5 كليات، ال5 غايات، هي غايات تعتبر دنيا بالنسبة لما هو أعظم من الغايات الكبرى، اللي هي غاية التعبد لله، وغاية رضوان الله، وغاية الاستخلاف في الأرض. تتحقق هذه الغايات الصغرى، أو تتحقق الغايات الكبرى إذا حققنا هذه الغايات التي دونها. فهذه أهداف بالنسبة للغايات الكبرى، لكن هي الآن في نفسها أهداف بالنسبة لما تحتها من وسائل. يعني الأحكام التشريعية كلها التشريعية تحت، لو اعتبرناها هذه وسائل لتحقق لنا هذه الكليات ال5. فلاحظوا معنا إن شاء الله حتى تكون الصورة واضحة. مثلا سنلاحظ أن الله سبحانه وتعالى في شريعته أمر بالإيمان بالله وبتحقيق توحيده وبنفي الشرك أو ابتعاد عن الشرك والابتعاد عن الكفر، الابتعاد عن التكذيب. وأمر الله سبحانه وتعالى كذلك بالصلاة، وأمر سبحانه وتعالى بالصيام، وأمر بالحج، يعني أركان الإسلام ال5. وأمر الله سبحانه وتعالى بكثير من القضايا التي في حقيقتها تحافظ لنا على ما نسميه نحن مقصد الدين. مقصد الدين، فالصلاة مثلا يقوم الإنسان فيها يؤديها مثلا على المستوى الفردي، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد في مجموعة أحكامه أن تكون هذه الصلاة تراعى فيها قضية الطهارة، تراعى فيها قضية يعني هي شروط الصلاة، وتراعى فيها الواجبات، تراعى فيها الأركان، تراعى فيها الحالة الجماعية، الهيئات الكلية، كل ذلك في سبيل أن يكون هنالك حفاظ على الدين، أن يكون هنالك حفاظ على الدين. فهذا يسمى إقامة الدين، والله سبحانه وتعالى أمر به أن أقيموا الدين. فالله سبحانه وتعالى يريد منا من خلال جملة من الشعائر التعبدية، الله سبحانه وتعالى يريد أن نحافظ على الدين، وخصوصا العبادات. مقصد العبادات، قسم العبادات كله تقريبا يصب بنا في هذا الاتجاه. يعني الآن لو نظرنا إلى المدارج ونظرنا إلى قضايا القلوب، كلها تصب في إقامة الدين، أن الإنسان يكون في تدينه يحقق مقصد التدين، أن يكون هذا الإنسان مرتبط بالله سبحانه وتعالى، يحقق هذا المقصد العظيم. وعموما قضية الكليات ال5 راعتها الشريعة كما يقول العلامة الشاطبي، راعتها من حيث الوجود وراعتها من حيث العدم. راعتها من حيث الوجود بمعنى هنالك جملة من الأحكام الشرعية تؤدي إلى إقامتها، وهنالك جملة من الأحكام الشرعية تؤدي إلى عدم انهيارها وانتهائها ونقصانها وتلاشيها. يعني هذه مسألة مهمة جدا. يعني الشريعة تأمر بشيء ليقام، فتقول لك والله إذا أردت أن تقيم مقصد التعبد لله عليك أن تسلك جملة من القضايا، 1 2 3 4. ولكن لا تكتفي فقط بإيه؟ لا تكتفي فقط بأن تقول لك افعل كذا، أيضا تقول لك والله لا تفعل كذا، لا تفعل كذا. هذه المنهيات ستلاحظ بأنها تكر كما يقول العلماء، أو تكر على هذا المقصد، يعني تكر على إقامة المقصد بالهدم. فمثلا ترك الصلاة، الله سبحانه وتعالى قال أقيموا الصلاة، ينهاك عن تركها.
تكون هنالك جملة من النصوص الكثيرة والكثيرة جدا تعظم من ترك الصلاة. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. مثلا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهكذا تلاحظ بها. وكذلك تكون هنالك إجراءات قانونية، إجراءات تشريعية قانونية في أن تكون مثلا الشعائر التعبدية قائمة ولا يتم الاعتداء عليها، ولا يتم الاعتداء على المساجد، ولا يضيق على أهلها، ولا يتم التحكم فيها، ولا يجري فيها المنع، وهكذا. فبيت الله سبحانه وتعالى والبيت الحرام ممنوع مثلا أي سلطة من السلطات أن تحول دون الوصول إليه، أو أن يكون هنالك مثلا يقوم الناس بمنع الناس الوصول إلى الحج، وهكذا. فأمر الله سبحانه وتعالى في المقاصد بجملة من الشرائع تؤدي إلى إقامة الشيء، وجملة من الشرائع تؤدي إلى الحيلولة دون أن يكون هذا الشيء ناقصا أو مهدوما. نأتي مثلا إلى مقصد النفس. الله سبحانه وتعالى في جملة من الشرائع أمر بإقامة النفس البشرية، أو الحفاظ على النفس البشرية. فستلاحظ أن النفس البشرية يتم الحفاظ عليها ابتداء من خلال مثلا مراعاة مكونات هذا الجسد. هذا الجسد في مكوناته يحتاج إلى الطعام وإلى الشراب وإلى ما يقوم به الجسد. فأمر الله سبحانه وتعالى بأن نضرب في الأرض لأن نحافظ على أنفسنا. كيف الإنسان يحصل على الأرزاق حتى تكون هذه الأرزاق تؤدي به إلى أن يأكل ويشرب ويسكن ويتعالج وهكذا. فتجد أن الشريعة جاءت بجملة من الأحكام لإقامة النفس البشرية أو الحفاظ على النفس البشرية. طيب، عرفنا أنه والله حافظت الشريعة في جملة من الأحكام على أن النفس هذه يجب أن تقوم. فلا نجعل الإنسان مثلا نعرض الإنسان للجوع، أو نعرض الإنسان مثلا للعطش، أو نعرضه مثلا للمرض، أو نعرضه للمخاطر الكبيرة. هذا كله لماذا؟ لأن ذلك يؤدي بنا إلى أن النفس البشرية لا يتم الحفاظ عليها. في نفس الوقت أيضا جاءت جملة من التشريعات التي تحرم العدوان على النفس البشرية. يعني هذا التوازن العظيم في المقاصد. يعني الله سبحانه وتعالى يريد والله غاية النفس البشرية. النفس البشرية هذه مكرمة، فالله عز وجل كرمها وخلقها بيده ونفخ فيها من روحه، ويرعاها سبحانه وتعالى في بطن الأم، ثم يرعاها بعد خروجها، وهكذا. هذه النفس البشرية الله عز وجل قال لنا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فجعل الله سبحانه وتعالى إقامة النفس البشرية بأمرين: بإقامة ما يؤدي إلى استمرارها وبقائها، وإلى تجريم وتحريم ما يؤدي إلى زوالها وهلاكها. عندنا أوامر تؤدي إلى الحفاظ عليها واستمرارها وبقائها، ونواهي أيضا وتحريمات تؤدي إلى عدم التعرض لهذه النفس البشرية، عدم العدوان عليها، عدم قتل النفوس، عدم كذا. إذن لاحظ أن الشريعة في كل تفاصيلها الآن كم من الأحكام الشرعية تلاحظ بأنها تسعى للحفاظ على النفس. طيب، أيضا نلاحظ إذا كان والله حصل أي تعرض لهذه النفس البشرية، هنالك أحكام تفصيلية أخرى، وهو أن من يتعرض لشخص ظلما وعدوانا في نفسه ويقتله فإن النفس بالنفس. فيدخل معنا الآن باب العقوبات التي تترتب على قتل النفوس. فلاحظوا كيف أن هذه الأبواب الكبيرة في الفقه الإسلامي تخدم مقصد كبير جدا، وهو مقصد حفظ النفس، كما أننا ذكرنا الحفاظ على مقصد حفظ الدين. تعالوا ثالثا إلى مقصد من حفظ العقل. الله سبحانه وتعالى كرم ابن آدم بالعقل، وميزه عن سائر الحيوانات بهذا العقل العظيم الذي جعله سبحانه وتعالى مدار التكليف. هذا العقل إذا زال عقل الإنسان أو غاب عقل الإنسان لأي سبب من الأسباب، فإن التكليف يرفع عنه. رفع يعني رفع يعني عن ثلاث، يعني الله سبحانه وتعالى رفع التكليف عن 3 أشخاص. واحد منهم المجنون حتى يفيق، أو النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. فنحن إذن أمام هذا المقصد العظيم، مقصد حفظ العقل. جاءت أيضا الشريعة في جملة من القضايا بما يؤدي إلى الحفاظ على عقولنا. للأسف الشديد نحن عموما في الأمة حصل هنالك إشكال كبير جدا في إطار صراع العقل والنقل داخل هذه الأمة، مما أدى بنا إلى أن يكون هنالك ضمور في مفهوم العقل وفي الاهتمام بالعقل وفي نظرتنا إلى العقل، حتى صار البعض ينظر إلى العقل بأنه أمر مذموم، مع أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا العقل
من القضايا العظيمة والمنح والنعم التي امتن بها الله سبحانه وتعالى على الإنسان، بل يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يجازي الناس ويحاسبهم في عدم استفادتهم من عقولهم. والله سبحانه وتعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو أنهم تعاملوا بالسمعيات، ما يعني استخدموا أسماعهم في المنقولات واستعملوا عقولهم في المجردات أو القضايا التجريدية وتوصلوا من خلال السمع والعقل إلى الحقائق، فإن ذلك هو المقصود. لكن أن تعطل العقل ولا تعمل هذا العقل الذي هو أعظم من أعظم المنح التي يعني منحها الله لهذا الإنسان، فإن ذلك إشكال كبير جدا ويدخل الإنسان في يوم القيامة في مساءلة. إذا جاءت الشريعة للحفاظ على عقولنا، فمثلا جاءت الشريعة لتقرير قضايا حقائق الغيب وحقائق الوجود حتى لا يعيش الإنسان في الأوهام. أعظم ما يتعرض له العقل هو الأوهام، والوهم في حقيقته أن تخرج من دوائر اليقين إلى دوائر الظنون والأوهام. يعني بدل أن تعيش في اليقينيات وتتعامل مع الحقائق، تعيش مع الأوهام. وكم من أوهام الإنسان يعيشها سبحان الله. أحيانا تكون هذه الأوهام أوهام النشأة، أوهام التربية، أوهام الحزبية، أوهام الجماعات، أوهام القبيلة، أوهام المجتمع والوطن، أوهام العلوم الخاطئة. فالإنسان يعيش أحيانا كثيرة جدا في الأوهام. القرآن الكريم من خلال إن شاء الله ما سنأتي إليه في الغايات القرآنية، كيف أن غاية التعقل من أعظم الغايات القرآنية إن شاء الله التي سنقف عندها، كيف أن الله سبحانه وتعالى من خلال جملة من التشريعات يجعلنا نحافظ على عقولنا، فلا نعرض هذه العقول للأوهام، لا نعرضها للخرافات، لا نعرضها للظنون، لا نعرضها لعدم اليقينيات. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني الله سبحانه وتعالى يعلمنا كيف أن والله نستخدم هذا العقل، علهم يعقلون. هذه القضية مهمة جدا. وبالتالي جعلنا الله سبحانه وتعالى نتعامل مع الحقائق ولا نتعامل مع الظنون ولا نتعامل مع الأوهام، لأن هذه الأوهام وهذه الظنون تذهب بالإنسان في حياته إلى أن لا يكون عابدا لله بشكل صحيح ولا مستخلف في الأرض بشكل صحيح. فالذي يكون أسير لقضايا وهمية لا يمكن أن يحقق شيء في الأرض، والذي يكون أسير للظنون لا يكون أيضا محقق لشيء في الوجود. أن الإنسان إن نظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين، لا، لابد أن تكون والله يذهب الإنسان من خلال البحث، من خلال التحري، من خلال فما هو متاح للعقل التجريدي اذهب فيه بالعقل التجريدي، وما هو متاح بالنقل الذي هو مثبت بالنقل كذلك أو مؤكد بالنقل أيضا أذهب فيه في هذا الاتجاه. ولذلك نحن بحاجة إلى إعمال عقولنا. إذن الله سبحانه وتعالى كما يريدنا أن نحافظ على ديننا، نحافظ على أنفسنا، نحافظ كذلك على عقولنا. طيب إذا كان والله يريدنا من خلال الحقائق ونظرية المعرفة الصحيحة والعلم الصحيح والعلم النافع نحافظ على العقل وبنائه، فإن الشريعة أيضا جاءت بما يحرم ويعطل العقول. كيف يحصل هذا التعريض للعقول؟ وهو إنه والله يسكر الإنسان مثلا عن طريق السكر، أو عن طريق العلوم الفاسدة، أو عن طريق علوم الأوهام، أو عن طريق الظنون، أو النظريات التي لا تبنى على الحقائق، فيشكل الإنسان جملة من الأوهام في رأسه فلا يعمل عقله بشكل صحيح أو يعطل هذا العقل. فالله سبحانه وتعالى لا يريد منا عقلا منحرفا ولا عقلا معطلا. سنكون معكم إن شاء الله بعد الفاصل، فكونوا معنا إن شاء الله، والسلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المشاهدون الأعزاء، كنا نتحدث عن مسألة الغايات في القرآن الكريم، وأن هذا المفهوم مفهوم أصيل، وهذا المفهوم لا يتم مفهوم الغايات ومفهوم المقاصد الكلية والقواعد الكلية الكبرى ليس مفهوما تجده في جزئيات محددة، ولكنه باستقراء الشريعة كما يقول العلامة شاطبي الاستقراء المعنوي الذي أوجد لنا أن الشريعة من خلال تتبعنا لها وجدناها تحافظ على كليات كبرى. هذه الكليات لا بد من مراعاتها على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى الدولة، على مستوى الحضارة الإنسانية، وهو الحفاظ على الدين، الحفاظ على النفس البشرية، الحفاظ على العقل الإنساني، الحفاظ على النسل، الحفاظ على المال.
إذا كنا نتحدث عن قضية العقل، فذكرنا بأن العقل يكون الحفاظ عليه من خلال ما يقيم هذا العقل ويوجده ويجعله فاعلا، وليس معطلا أو خاملا أو راكدا أو يعني مسلم لغيرنا أو مغيبا أو مستلبا. لا، هذا العقل يريده الله سبحانه وتعالى أن يكون عقلا متفكرا، عقلا متدبرا، عقلا فاعلا، عقلا منتجا. هذا العقل له جملة من القضايا والتشريعات التي تجعله بهذا الشكل. أيضا هنالك جملة من التشريعات تجعل أو تمنع من أن يتعطل العقل. يعني هذا الإنسان جملة من القضايا تجعل، مثلا الآن تحريم كل ما يؤدي إلى غياب العقل من مسكرات ومخدرات، كل ما يؤدي إليه. وبالتالي لاحظوا الآن الحدود شرعت لحماية هذه الكليات: حد الردة لحماية الدين، حد القتل مثلا، أو القصاص مثلا لإقامة النفوس، حد شرب الخمر لإقامة العقل وحفظ على حراسة العقول، حد الزنا لإقامة قضية النسل، حد المال السرقة مثلا، قطع اليد للحفاظ على المال. ستلاحظ الحدود الكبرى هذه كلها جاءت لحفاظ هذه الكليات. فالشريعة جاءت لإقامة هذه القضايا والحفاظ عليها وسلامتها وفاعليتها، وكذلك منع تعطيلها. فمنع التعطيل هنا مثلا المخدرات تدخل في تعطيل العقول، المسكرات تدخل في تعطيل العقول، العلوم الفاسدة تدخل في ذلك، إلى غير ذلك. التعامل بقضايا السحر، قضايا الشعوذة، قضايا الدجل، هذه كلها تدخل معنا في هذا الجانب. وأيضا هنالك كل ما هو من الأوهام الشيطانية. يعني بعض الناس يعيش في وهم أنه والله هو عرق صافي وعرق نقي، وأنه والله الآخرين دونه، يعيش في هذا الوهم. هذا الوهم هو وهم عقلي ووهم نفسي. الله سبحانه وتعالى يريدك أن تخرج منه، يقول لك لا، فكر بشكل صحيح. الله سبحانه وتعالى يقول لك فكر في خلق السماوات والأرض، هذا على مستوى الفاعلية العقلية. يقول لك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لاحظ، هذه القضايا كلها الله سبحانه وتعالى أتاحها لك في سبيل أن تعمل خاصية التعقل لتتعرف على من خلال مخلوقات الله تتعرف على الله، فيعظم الله في نفسك، وتعظم إرادة الله وقدرته وعلمه وعظمته في قلبك، فيورثك ذلك الخشية. هذه مسألة مهمة جدا في المقاصد الكلية. أيضا من القضايا، حتى لا أطيل في هذه المسائل الخمس، هي بإيجاز، يعني أريد فقط أن أرسخ فكرة الغايات والكليات الكبرى التي جاءت بها الشريعة. عندنا مسألة جملة من الأحكام أيضا جاءت لإقامة حفظ النفس، حفظ النسل، وحفظ الفروج. فالله سبحانه وتعالى مثلا في سبيل أن والله النسل البشري يكون موجود ومستمر ولا ينقطع، شرع لنا العلاقة المشروعة بين الرجال والنساء. فالله سبحانه وتعالى فطر هذا الإنسان، مجبول هذا الإنسان من امرأة ورجل، مجبولان على بعضهما البعض، الميل نحو كل طرف يميل للنوع الجنس الآخر، يميل الرجل يميل للمرأة، المرأة تميل للرجل. هذه فطرة في الإنسان. هذه الفطرة الله سبحانه وتعالى نظمها من خلال تشريعات الزواج، فجعل لنا موضوع الزواج حالة تشريعية لاستمرار النسل البشري. الله سبحانه لا يريد للنسل البشري أن ينقطع. والذين مثلا ينحرفون بهذه المسألة هؤلاء سيعطلون هذه الخاصية وسأتي إليها. لكن هنا دعونا جملة من الأحكام، أحكام الخطبة، أحكام الزواج، قضايا المهور، التفاصيل في هذا الاتجاه، رعاية الأسرة، مسألة الأبناء، النفقة على الأبناء، تنظيم تشريعات الاستمرار هذه الأسرة وبقائها وديمومتها، كل ذلك في سبيل حفظ النسل البشري. هذا النسل البشري يتم المحافظة عليه ورعايته والعناية به. إذن هذه مسألة مهمة جدا وتحتاج منا إن شاء الله إلى الانتباه والالتفات. جاءت أيضا أحكام أخرى لحراستها وحمايتها وعدم هدمها وانهيارها. فجاءت التشريعات التي تحرم الزنا، وتحرم مثلا ما يؤدي إلى الزنا من النظر والخلوة والسفر مع السفر بغير محرم، كل القضايا التي تؤدي بنا إلى أن يقع الإنسان في فاحشة الزنا، التي تؤدي إلى عدم حفظ الفروج وتؤدي إلى اختلاط الأنساب، ولا تؤدي بطبيعة الحال إلى الحفظ على النسل البشري بشكل صحيح. إذن جاءت هذه الأحكام لتحافظ على هذا الأصل العظيم. ثم إذا افترضنا أن شخص تجاوز ذلك واقتحم المحرمات ووقع في هذه تقع عليه عقوبات، تقع عليه العقوبات، سواء كان عقوبات تعزيرية أو عقوبات حدية.
فشرع الله سبحانه وتعالى مسح حد الرجم، وشرع الجلد، وشرع التغريب، النفي، إلى غير ذلك من القضايا التي تحافظ لنا على هذا الأصل العظيم، وهو الحفاظ على النسل البشري. أيضا الفقرة الخامسة أو الكلية الخامسة التي جاءت الشريعة لحمايتها وتسهم بشكل أو آخر فيما ذكرناه من قضية العمران في الأرض، قضية المال. المال عصب الحياة، وهذه مسألة طبعا ما نحتاج فيها إلى دروس. الكل يسعى الآن إلى قضية أن يجلب المال، صحيح، ومن حق الإنسان أن يجلب المال، ومن حق الإنسان أن يجمع المال، ومن حقه أن يسعى، ولكن الشريعة حددت لك السبل الكفيلة. أولا حثت الشريعة على العمل، حثت على الاجتهاد، حثت على السعي في الأرض، حثت على أنه الإنسان يكتسب المال، لأن هذا الاكتساب المالي تقوم به الحياة، يقوم به المقصد الكبير اللي ذكرناه، مقصد العمران في الأرض. إذن هذا الموضوع موضوع مهم جدا فيما يتعلق بالحياة البشرية. فجاءت الشريعة بجملة من الأحكام، أحكام البيع، أحكام الشراء، أحكام الكراء والإيجار، أحكام النفقات، الديون، جملة من الأحكام في سبيل أن والله يتم المحافظة على المال. أحكام كثيرة جدا. أيضا جاءت جملة من الأحكام حتى لا يؤدي إلى تلف الأموال، فحرمت الشريعة الربا لما فيه من ظلم، وحرمت مثلا الشريعة أن الإنسان يأكل أموال الناس بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالباطل. فالله سبحانه وتعالى حث من جانب على أن الإنسان يسعى لكسب المال، وفي نفس الوقت بين له الطرق التي تؤدي به إلى أن يكسب المال بشكل صحيح، وبين له ابتداء أنه خلق السماوات والأرض، كل ما في هذه الأرض لك يا ابن آدم، أنت المكرم وأنت سيد في هذا الكون، وأن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تكون عابدا له سبحانه وتعالى، والعبادة له أنك تسلك طرق الحلال وتجتنب طرق الحرام. ثم بين بعد ذلك الشارع كيف تتجنب المال الحرام، وكيف يكون هذا المال لا يتم المحافظة على المال، فحرم السرقة، وحرم الاغتصاب، وحرم النهب، وحرم أكل أموال الناس بالباطل، وحرم أكل أموال اليتامى، كل ذلك في سبيل أن يحافظ على المال. لو افترضنا بعد كل ذلك الإنسان حاول أن يقع في التحريم ويقع في المنهي عنه الذي يؤدي إلى نقصان المال أو تلفه أو هلاكه أو ضياعه، جاءت الشريعة لتردعه. كيف تردعه؟ وضعت له حد، هذا الحد يسمى حد السرقة، وهو قطع اليد. إذن لاحظوا حكمة الله سبحانه وتعالى في أنه هذه الكليات الكبيرة جعلها الله سبحانه وتعالى مبثوثة في تفاصيل الشريعة وفي أحكامها التفصيلية. إذن هذه المسألة، هذه الكليات إذن والغايات، نلاحظ أنها مفهوم مركزي في القرآن الكريم. نأتي إلى سؤال مهم جدا، وهو هل ما نعنيه الآن بالمقاصد التي ذكرناها هو هذه القضايا، هذه المقاصد الكبرى، ولا نحن والله نقصد شيء آخر في برنامجنا، غايات قرآنية؟ قد يكون هذا موجود إن شاء الله ومستصحب عموما في جزئيات ما سنتكلم عنه، ولكن ما قصدته بهذا البرنامج تحديدا، برنامج غايات قرآنية، هو يختلف بعض الشيء، ولكنه في النهاية يخدم أيضا هذه الغايات الكبرى التي ذكرناها، المقاصد الكلية والقواعد الكلية، نعم ستكون موجودة، ولكن بطريقة ربما فيها نوع من الاختلاف. فبرنامج غايات قرآنية سيتناول معنا جملة من الغايات التي تأتي بعد قوله تبارك وتعالى لعلكم، أو يريد الله، يريد منكم، أو يريد بكم، أو يريد لكم، أو لكذا، أو لكي. هذه الأشياء التي تأتي بعد التعليل، بعد لعل، أو بعد لئلا يكون، أو ليكون، لام التعليل، أو يريد الله، يعبر الله تبارك وتعالى بإرادة واضحة أنه يريد كذا. غالبا سأركز في هذا الموضوع في برنامج غايات قرآنية. فمثلا هذه الغايات القرآنية إن شاء الله التي تأتي دائما بعد لعلكم، نجدها مبثوثة في القرآن الكريم في جملة من الغايات اللي منها مثلا على سبيل الإجمال حتى يكون البرنامج عند الناس واضح. مثلا غاية التعبد، هذه غاية كبيرة جدا في القرآن. غاية التقوى، هذه غاية أيضا من الغايات الكبيرة. غاية الشكر، يعني ستجد إنه والله هذه محددة كغاية، غاية الرشد محددة كغاية، غاية الهداية، غاية الفلاح، غاية الرحمة، غاية الرضوان. هذه كلها ستلاحظ بأنها غايات يريد الله سبحانه وتعالى منا أن نصل إليها. غاية التعقل، غاية التدبر، غاية التفكر، غاية التذكر، هذه كلها غايات. إذن القرآن الكريم سنلاحظ بأنه والله في تشريعاته يسعى بنا، زي ما هناك والله ذكرنا 5 غايات كبيرة تسعى الشريعة للوصول بها، لكن سنلاحظ هذه القضايا ال5 نفسها عندنا لها غايات أيضا أخرى نصل إليها من خلال هذه
الغايات التي دونها. فسنلاحظ أنه والله غاية التعبد كيف نصل إليها وما هي في حقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذه غاية، سنأتي إلى أن نعرف ما هي هذه الغاية وكيف نصل إليها، وهل شوهت هذه الغاية، حصل فيها تشويه، حصل فيها اختزال، حصل فيها انحراف في المفهوم، إلى غير ذلك من القضايا إن شاء الله التي سنحاول أن نحرر من خلال هذا البرنامج هذا المفهوم بشكل أوسع. سنلاحظ بأن هذه الغايات عموما قد تكون تأتي مرتبة وقد لا تكون تأتي مرتبة. عموما يعني بعض الغايات مثلا عندنا 3 غايات، عندنا غاية العبادة وغاية التقوى وغاية مثلا الشكر. هذه الغايات سنلاحظ أنها تقود بعضها إلى بعض. ختاما أيها الإخوة، أريد أن أقول بأن المقصود من هذا البرنامج، ما هو المقصود بهذا البرنامج، هو كيف نصل من خلال تدبرنا لكتاب الله والوقوف على آياته والوقوف على معانيه، ليس فقط إن والله نقف عند الحد الظاهر للحكم، ولكننا نذهب إلى مرامي وغايات هذا الحكم. هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى منا. فنحن نريد لعلكم، هذه مثل الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا أنا والله أريد أن أصل من خلال الصيام إلى التقوى. طيب هذه الغاية اللي ربنا قال لي والله أريدك أن تصلها، لو ما فهمها المكلف لا يستطيع أن يصل إليها ولا يستطيع أن يتلمسها ولا يستطيع أن يحرص عليها. وبالتالي خلاصة ما نسعى إليه في هذا البرنامج أن نصل إلى مرادات الله سبحانه وتعالى من خلال أحكامه الجزئية والكلية إلى المقاصد والغايات التي عبر عنها بأنها يريدها منك غاية، بقوله لعلكم، أو بقوله يريد كذا، أو بقوله لكذا. هذه المسائل إن شاء الله هي غاية البرنامج أو الهدف من البرنامج. وفي نهاية المطاف الخلاصة التي نسعى إليها هو أن نجعل القرآن الكريم هو مركزيتنا في التفكير ومركزيتنا في التثقيف ومركزيتنا في رسم القيم وفي تحديد الأهداف الكلية ورسم الاستراتيجيات وفي تحديد وتشكيل وجداننا. يعني نريد أن نجعل القرآن الكريم هو الذي يخرج لنا بإذن الله سبحانه وتعالى كل ما بدواخلنا ويعبر عن غاياتنا، رؤانا، أهدافنا، رسالتنا، وجداننا، يشكل حتى الوجدان. وحينها إن شاء الله يتحقق ما قاله سيد قطب عليه رحمة الله عندما تحدث عن الصحابة تحت عنوان جيل قرآني فريد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.